نتائج وحصيلة سلسلة العمليات العسكرية لدولة تركيا المخلب القفل. منذ عام 2013 ولغاية 17 انسحب حزب العمال الكردستاني PKK بشكل تدريجي من باكور كردستان، وقام بتسليم مناطق مقاره ومعسكراته منذ الثمانينيات للدولة تركيا. بعد ذلك فإن 89% من الحروب والمواجهات بين PKK والجيش التركي تدور رحاها داخل حدود إقليم كردستان، بينما 11 داخل أراضي باكور كردستان. عام 82 تمركز PKK في إقليم كردستان بموجب اتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخلال تسعينيات القرن الماضي بسط سيطرته على بعض المناطق وانتشر على نطاق واسع عام 2000 بموافقة القوى السياسية في إقليم كردستان. ويظهر تقويم 2018 أن بنى PKK مواقع استراتيجية شمال منطقة حفطانين القريبة من زاخو وخط متينة بروري بالا زاب آفاشين خواكورك وخنيرة، كما وضع نقاط التفتيش في بعض الأماكن وبات يتحكم بالطرق ويمنع قوات بيشمركة كردستان من عبور المنطقة. ومنذ عام 2018 بدأت مناطق معسكرات PKK بالسقوط منطقة تلو الأخرى بيد الدولة التركية. ولو تحدثنا باختصار عن العمليات العسكرية التركية حسب الأعوام: 11 آذار 18 عملية الحزم، العملية التي انطلقت من حدود شام زنان ووصلت إلى داخل خواكور وقطعت الاتصال الحدودي. وبهذه العملية انتشرت وتمركزت القوات المسلحة التركية في مرتفعات جبال زاغروس، كما وضعت هذه العملية حجر الأساس للعمليات العسكرية اللاحقة والمسماة بعمليات المخلب. معسكر خواكورك أخلى موقعه وتركه. عام 19 أطلقت دولة تركيا سلسلة العمليات العسكرية المسماة بالمخلب. خلال العملية التي أطلقت على خط شمزنان خواكورك خنيرة، سيطر الجيش التركي على خطوط لولان والليلكان ليلا، وخاصة منطقة أرموش والتي هي مركز المنطقة. توجه الجيش التركي صوب تلال عبد الكوفي شكيف والشهي شريف، حيث يتمركز PKK هناك منذ عام 86. وخلال ساعات انسحب PKK من هذه المناطق دون مقاومة. مراكز ومدارس باشكي، اللجان الثقافية، العلمية، الصحافة والإعلام، الطباعة والنشر، الثقافة والفنون، مدارس PKK، أكاديمية مظلوم دوغان، والقوى المتواجدة في المنطقة تركت أماكنها وعبرت خط رانيا سليمانية مخمور روج آفا وتمركزت هناك. انسحبت القوات المسلحة وتمركزت في جوجنا، دولة مهاجرة، ومحيط روستي وسيدكان وجلالة وكلاشين. 2020 عملية المخلب القفل والمخلب النمر. في 15 حزيران انطلقت عملية المخلب النسر، وفي 16 حزيران انطلقت عملية المخلب القفل. وكان مركز العملية هذه المرة هو خط حفطانين. كانت تتواجد في هذه المنطقة مقرات ومعسكرات PKK والتي كانت تدير باكور كردستان. كانت تضم معامل الخياطة ومخازن الأسلحة ووحدات اللوجستية، كما كانت منطقة تحكم بحركة المرور إلى روج آفا كردستان أيضا. خلال ليلة اجتاح الجيش التركي انطلاقا من ميرجاشيش أي تلة بارتيزان، قسروك، درية دواضية، جريسيبان، شهيد بيريفان، شاجدارة، جبل خانتور، ووصولا إلى دشت تقي برا وجوا. والحصيلة كانت سيطرة الأتراك على المقر الرئيسي لPKK في وادي بساغا وبرخ، خط بيربلا، كاشاني وشرانش. نقل PKK قوته من هنا صوب الجبل الأبيض وقمة كيستا وخط برواري بالا. عملية المخلب البرق، المخلب القفل، المخلب الناسر في 21 كان مركز هذه العملية التي ضمت عموم المنطقة الواقعة بين خاكورك وحفطانين، خط العملية آفاشين ماتينا والزاب. انسحب PKK وفر تاركا كل من قمة كيستا، زاندورا، قمرية، هرور إلى قشورة برواري، ووصولا إلى سرزير للجيش التركي. كافة وحدات PKK كمقر قيادة ماتينا ومركز قيادة سها باكور ومعسكرات ووحدات المخابرات والعلاقات انسحبت وغادرت المنطقة. وفي الوقت نفسه دخل الجيش التركي جوا منطقة مامراشو التابعة لآفاشين وانتشر هناك. تمت السيطرة على طرفي وادي الزاب، وتوغل الجيش التركي مسافة 60 كيلومتر داخل عمق أراضي إقليم كردستان. وانتهت قصة أسطورة الزاب التي لم يسقط في أيدي المستعمرين طيلة 200 عام. عام 22 انطلاق عملية المخلب القفل. كان الهدف الرئيسي للعملية العسكرية لدولة تركيا والتي بدأت في 17 من نيسان هو إنشاء خط تقدم من جاليا صوب وادي الزاب
كان باكيك يستخدم الزب كقاعدة استراتيجية له في إقليم كردستان منذ عام 92، وبعد مدة 30 عاما تم تسليم منطقة زب إلى الجيش التركي دون مقاومة تذكر. استمرت العملية في شكاف بريندارة أي سيريسينيا، الجبل الأسود، تل جهنم أي مارينا، خط كوراجار، وفي الجانب الآخر في ماتينا تل تاكاري أي ألهو، وسفع ماتينا وأفاشين. 23 عملية المخلب القفل. بهذه العملية أحكمت القوات المسلحة التركية قبضتها على المناطق المحيطة بالتي سيطرت عليها طولا وعرضا منذ 5 سنوات، وبنت قواعد ثابتة وأنشأت طرقا في أعالي الجبال. وكان الجيش التركي قد سيطر في السابق على مواقع استراتيجية لباكيكا مثل مركز جمهورية الزاب وأكاديمية معصوم كوركوماس ومقر القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي هاباكا وأكاديمية الشهيد بيريتان. كما كانت الدولة التركية تنفذ عمليات وقتية متزامنة في سورسجيري وسيريكوبكي وجبل رشكي أي منطقة نهيلي. عام 24 انتهاء عملية المخلب القفل. كانت الدولة التركية قد أعلنت ربيع العام الجاري أنها ستنهي عملية المخلب القفل من الآن، ولغاية الآن تستمر العمليات في مناطق تلة إفم وتلة أورتي بقولكي شيلازا ومتينا، وتتواصل الغارات الجوية بشكل يومي حول قرى نهيلي على خط آميدي شيلادزي. محصلة العمليات العسكرية التركية المغلب القفل خلال 6 سنوات. أولا، كما يظهر على الخريطة 85% من مناطق مقرات ومعسكرات باكيك لعام 2018 سقطت بيد دولة تركيا، وبقي جبل غار فقط خارج العملية وسيحدد مصيره في الربيع المقبل. ثانيا، تخلى باكيك عن المناطق التي سيطر عليها منذ التسعينيات منطقة تلو الأخرى، وانتشر حول شنغال، مخمور، جرميان، السليمانية، رانيا، أسوس، قنديل وتشومان، ويزعم من هناك أنه سيقضي على الدولة تركيا ويدمرها. ثالثا، إفلاس تكتيك حرب الأنفاق لباكيكا، فلا يتمكن الجريلا من التحرك إلا في وحدات صغيرة مكونة من أشخاص قليلين. أما الأنشطة والعمليات التي قام بها باكيكا مستغلا ظروف الطقس والأجواء الغائمة والأمطار وغيرها، فليست عمليات من شأنها أن يمكن باكيكا من إعادة المناطق التي خسرها، فهي ليست سوى مجرد دعاية لتضليل الرأي العام. رابعا، أسباب خسارة باكيكا لمقاره وقواعده ليست بشمركة كردستان وحكومة إقليم كردستان، فحتى الآن لم تقطع هذه القوات الطرق أمام باكيكا. أما التصريحات العكسية الصادرة عن باكيكا ليست سوى مجرد دعاية سوداء كاذبة. خامسا، لو قام باكيكا بتسليم المناطق الخاضعة لسيطرته لقوات البشمركة لما استطاعت القوات التركية التمركز في هذه المناطق اليوم. سادسا، في غضون سلسلة العمليات العسكرية المخلب تكبدت حكومة إقليم كردستان وشعب إقليم كردستان أكبر الخسائر والأضرار، وإذا استمر باكيكا على هذا الموقف والحال فسيتسبب بإلحاق أضرار أكبر بالشعب الكردي وإقليم كردستان.